السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. هقول لكم كده صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم يا رب، ويجعلوا يوم كله بركة ورزق وخير ان شاء الله علينا وعليكم كلكم يا رب. اهو شايفين بقى الصينية الحلوة اللي وشها محمر وجميلة وقمر دي مش كيك، لا، دي صينية رز معمر. والطاجن اللي جنبها ده طاجن خضار باللحمة. لو محتارة بقى تعملي غدا ايه النهاردة، تعالي اقولك يا ست الكل النهاردة هنعمل ايه غدا مع بعض. كلنا طبعا ولادنا بيدوخونا في اكل الخضار ومش بيبقوا عايزين ياكلوه خالص، وبنفضل نتحايل عليهم ونتحايل في الطرق اللي احنا بنعمل بيها الخضار عشان ياكلوه. فالنهاردة هنعمل طاجن خضار بطريقة حلوة قوي قوي ان شاء الله. لو تابعتي فيديو الاخر هتعرفي وهتجربي احلى طاجن خضار ان شاء الله هتدوقيه. هنسمي الله كده وهنبدأ نحط حلة على النار. وعندي كيلو لحمة غسلته ونضفته كويس جدا تمام، وهحطه يتشوح على النار. حطينا معاه ايه بقى؟ كام بصلاية كده صغيرين. انا بحب البصل يبقى سليم. ده موسى بيصبح عليكم. اول ما بيشوفني بصور لازم يجي يلقي نظرة يعني. فالمهم هنعمل بقى اللحمة بتاعتنا هنشوحها. هنحط بقى بصل وجزر، انا حطيت جزراية وحطيت طماطماية كمان. وحطي بقى البهارات اللي تريحك اللي تعجبك. عايزة تحطي بقى بهارات لحمة، تحطي خلطة انتي بتعمليها. هنحط ورق لوري. في ناس بتحب تحط كمان حبهان مستكة، براحتك اللي ايه اللي بتحبيه. شوفي انتي عايزة تنكهي اللحمة بتاعتك بايه، ممكن تحطي كمان حتة قرفة خشب. تمام برضو زي الفل. هنعمل بقى احلى شوربة، لان بما اننا دخلنا في ايام الشتاء وطبعا بنبقى عايزين دايما الاكل يكون فيه شوربة، حاجة سخنة. الاكل السخن الجميل بقى بتاع الشتاء بقى ان شاء الله. هنعمل احلى شوربة النهاردة مع بعض، ندفي بعض كده وندفي الولاد. و انا هعمل اللحمة في الطاجن، بس سلقتها الاول عشان اخد الشوربة. هنعمل شوية شوربة كده لسان عصفور وبعدين نكمل الطاجن بتاعنا. هنا بقى الرز المعمر المحترم بتاعنا، اللي يعني لا يمكن يفشل منك بالطريقة دي، ولا من غير بقى ولا سمنة ولا دربكة كتير ولا الكلام ده كله. دول معايا تقريبا كيلو الا ربع رز متصفي ومغسول كويس ومتصفي. حطيت عليهم شوية ملح. تقدري تحطي فلفل ابيض، تقدري تحطي فلفل اسود، تقدري تحطي شوية حبهان مطحون، برضو النكهة اللي انتي بتحبيها. مش هنحط سمنة، انا عندي حتة قشطة وش اللبن يعني. ما عندكيش قشطة ممكن تحطي زبادي، ممكن تحطي قشطة بقى من عند اللبان او كريمة. بس طبعا انا بحبها اما بكون شايلة القشطة بتاعة اللبن، بتبقى بتخليه بصوا طعم ولا احلى من كده. وهنحط اللبن لحد لما نحس ان الرز بتاعنا يدوب هيتغطى، هو ما ضغطاش لبن، لانه لازم برضو تحطي مية. بصوا بقى انا زودت بقى المية لحد لما تحسي ان انتي ايه اهو غطينا الرز، يعني المية غطت الرز. ممكن تبقى مثلا بارتفاع صوبع كده فوق الرز، كده يطلع معاكي مظبوط جدا. بالنسبة بقى لطاجن الخضار بتاعنا العظمة، انا عندي جزر، طماطم، وشوية بسلة، بطاطسيتين. عندك بقى اي خضار ولادك مش بيحبوا ياكلوه خضار صريح، حطيه في الطاجن ده. انا بشرط الخضار بتاعي كله عشان ما يبانش، انا مش عايزه الخضار بتاعي يبقى باين عشان الولاد ما يبقوش مركزين ده ايه. تمام. فعندك بقى مثلا انا هنا ده الخضار بتاعي ممكن ياخد شويه سوا. سامحوني لان البرد لسه ما خلصش الدور مني، فهتلاقوا صوتي لسه برضو مغير شويه. المهم عندك بقى خضار
مش هياخد وقت في السوا. يعني مثلا عندنا كرنبيت، عندنا عندنا بروكلي، عندنا مثلا بدنجان، آه، اللي هي الخضار اللي مش بيحتاج تسوية كتير. ده طبعا مش هنشوحه، احنا هنقطعه يا دوب بس ونحطه ايه ني في ني كده. لكن انا الخضار بتاعي هياخد تسوية شوية، فهعمل ايه؟ فهشوحه. يعني انا هجهز بس الخضار الاول معاكم، وبعدين هبتدي اقول لكم انا هعمله ازاي. عندي كمان فص الثوم ده برضو هيدي طعم للطاجن وريحة حلوة قوي قوي قوي. فان شاء الله تجربوه ويعجبكم باذن الله. ادي حبة بسلة كانوا عندي، شطفتهم بس مطرح الفريزر، مطرح ما كانوا متجمدين يعني. و آه، هشوف كمان بطاطستين وهبشرهم، وبصل. زي ما تحبي بقى، عايزة تكتري بصل، عايزة تقللي، براحتك. انا هجيب بصلاية وسط كده، وبالناحية شايفين بالناحية بتاعت الشيبسي اللي في المبشرة، يعني انا عايزاه جوليانو، مش عايزاه يبقى مبشور حتت صغيرة. فطبعا برضو ده كله يعني حسب كل واحد وراحته، وحسب كل واحد ما بيحب ايه. في ناس بتقرف من البصل لما يكون حتت كبيرة في الأكل، وفي ناس لأ بتحبه بالعكس، يبقى كل ما يبقى حتت كبيرة كده كل ما يبقى طعمه أحلى. فحسب راحة كل واحد، وحسب كل واحدة بقى فينا ما بتبقى عارفة ولادها بيحبوا ايه، وايه الطريقة الأنسب لطريقة أكلهم يعني. تمام، هنجهز بقى كده، وهنيجي بقى نسمي الله كده على النار إن شاء الله. صينية الرز بتاعتنا، انا نسيت سوري اقول لكم ان انا عملتها قبل كده معاكم، بس برضه هقول لكم تاني عشان الوش الحلو ده يطلع معانا. انا بحط الاول الطاجن على صينية الرز على الشواية من فوق، واول ما تحمر وتاخد اللون الحلو ده كده، بروح طافية الشواية ومنزلاها، آه، مولعة الفرن من تحت. تمام، يعني انا بسيبها على نفس الرف الاوسط كده، بولع الشواية. أول ما تاخد اللون بتاعها بروح مولعة الفرن من تحت وطفي الشواية. هنا بقى عندي حطيت بقى حلتين، هشوح حبة لسان عصفور على النار. وكمان في الحلة التانية حطيت معلقتين سمنة برضو، عشان هعمل الخضار بتاعي. هعمل ايه؟ هصفي الأول اللحمة بتاعتي من الشوربة. أنا خلاص بقى كده أنا أخدت منها الشوربة اللي أنا عايزاها. هصفي اللحمة من الشوربة، وهحطها تتشوح الأول في السمنة، عشان أنا عايزة السمنة يبقى فيها طعم اللحمة لما اتشوحت فيها. وكمان السمنة بتاعتي تبقى طعمها مميز ليه لما أسوي فيها الخضار، يبقى طعم الطاجن بتاعي شارب من كل الحاجات اللي فيه. لأن أنا هشوح الخضار فيه بره في الحلة، وبعدين هحطه في بايركس وأحطه في الفرن يا دوب، بس ايه اللي هو يتشمع مني كده، مش ان هو يكمل سوا. يعني انا هسوي كل الخضار من فوق من على النار. انا دلوقتي هشوح اللحمه بتاعتي، اول ما تاخد صدمه حلوه كده وتاخد لون كويس، هنزل بقى بالخضار بتاعي. طبعا هننزل عليها بالخضار اللي هو ايه، كل الخضار اللي هياخد سوا اكتر هو اللي ينزل الاول. يعني هنحط البصل. هنا انا بقول لكم اهو، انا بشرت كمان بطاطستين. انا هشوح البصل الاول عشان يدوب يدبل. انا مش عايزاه بقى برضو يتهرى معايا قوي، انا عايزاه يدبل. وبعدين هحط بقى بقية الخضار، الجزر، البسلة، الحاجات اللي هي هتاخد معايا سوا كمان شوية زيادة. هنا كانت اللحمة بتاعتي خلاص اخدت لون حلو قوي. وطبعا ما ننساش اللسان العصفور على النار عشان ما يتحرقش مننا. واسلم طريقة واسهل طريقة ان احنا نطلع بيها شوربة لسان عصفور ممتازة، ان احنا بنحمر اللسان عصفور كويس جدا. لازم نحمره كويس عشان ما يعجنش مننا. وبعدين نحط الشوربة، او حتى المية الدافية اللي احنا هنحطها، ونحط مرقة مثلا، مكعبين مرقة. هيطلع برضو معانا لسان عصفور زي الفل. هنا انا حطيت بس الاول بالمغرفة كده، عشان ما الشوربة بتفور اول ما بنحطها على لسان العصفور وهو سخن. فايه عشان ايدينا برضو ما مش ناقصين يعني يحصل لنا حاجة. هنا بقى انا وطيت عليها النار. اول ما هتاخد غلوة الشوربة بتاعت لسان العصفور،
أروح جاية طافية عليها وأسيبها تكمل سواها في السخونية بتاعة الشوربة. هنا نقلت الحلة بتاعتي على العين العالية عشان كنت عايزة بقى أنجز الوقت. لأن انتوا طبعا عارفين دلوقتي بعد الولادة وأستاذة نوني بتفضل كل شوية تعيط، فكنت بسيبها واروح واسيبها واروح، وطبعا كان الوقت اتأخر عليا في الغدا في عمايل الغدا، فكنت مستعجلة بقى. فالمهم حطينا بقى دلوقتي، نزلت اهو كمان بالجزر والبسلة، وهشوح بقى بقية المكونات بتاعتي دي. سامحوني لو الصورة مش مظبوطة قوي، لان ساعات الولاد بيخشوا وانا بشوف نوني بيخشوا يهزوا الكاميرا من مكانها، فمبقاش اخده بالي ان هي اتحركت من مكانها. فسامحوني، انتوا هتسامحوني في الفيديو ده على حاجات كتير اوي، يعني صوتي اللي متغير والحاجات الحركات اللي بتحصل دي. اهو انا ظبطت الصورة اهو تمام. وهرجع بقى هكمل الطاجن بتاعي ده. وزي ما قلتلكوا برضو في البهارات، حطوا البهارات اللي تريحكوا. نزود بقى شوية فلفل اسود، بهارات لحمة، لان طبعا البهارات اللي احنا حطيناها بقى نزلت في الشوربة، فخلاص عايزين ننكه بقى بأي حاجة تانية، حبة قرفة، آه، احنا هنحط توم، فص توم، فلو حابة تستغني عنه وتحطي توم بودرة برضو مفيش مانع، مفيش مشكلة خالص. وهنفضل نشوح فيه كده بقى لحد ما نحس ان هو ايه، بدأ ياخد نص سوا اهو. فص التوم اهو، انا هعمله شرايح كده عشان التوم لما بيبقى شرايح غير لما بيتفرم ناعم، تحسي ان هو بيدي طعم ونكهة مختلفة شوية. وخصوصا كمان لو اتحمر بقى في سمنة، يا مش عايزة اقول لكم بيدي ريحة فظيعة. لو عجبكم الفيديو وكملتوا للآخر، ما تبخلوش عليا بلايك، وممكن سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. لو ما كنتش تقيل عليكم والفيديو طول ورخم. بس انا كده خلصنا بقى الخضار. هزود له شوية شوربة، انا كنت سايبة شوية شوربة كده باقيين، هزودهم. وهكمل بقى الباقي بمية دافية. وهروح اجيب بقى البايركس بتاعي اللي هدخل فيه الخضار على النار، في الفرن. انا هغطي الخضار شوية ياخد سوا شوية كمان زيادة، وبعدين هحطه في الفرن. شايفين هنا بقى، بصوا الالوان اللي داخلة في الطاجن بتاعي، حاجة جميلة جدا وتفتح النفس بصراحة. ادي جبت البايركس اهو بتاعي اللي هحطه في الفرن، وهنزل فيه الخضار بتاعي. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. ربنا كده دايما يا رب يحسن ما بين ايدينا، ويجعل البركة دايما تملى بيوتنا، ويبارك لنا يا رب في أرزاقنا كده إن شاء الله، وفي أولادنا، ويقدرنا إن احنا نكون قد المسؤولية اللي هو بيديها لنا، ونكون قد النعمة اللي بينعم علينا بيها، ودايما بنشكره بنحمد فضله علينا. وكده خلصنا الطاجن بتاعنا. هولع الفرن ونحطه. ادي صينية الرز بتاعتنا اهي طلعت، ولا احلى من كده، والطعم خرافة مش عايزة اقول لكم. والشوربة كمان كانت جاهزة اهي. هنحط بقى، هنغرف الشوربة الجميلة بتاعتنا. جو الشتا مفيش احلى منه بجد، في لمة العيلة واكلة سخنة كده. ربنا يا رب ما يحرمنا من لمة بيوتنا ابدا ودفاها. وان شاء الله تكون عجبكم الاكلة النهاردة مع بعض. وادي طاجن الخضار اهو، شكله يفتح النفس، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. وما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.